رغم حسم العديد من المؤرخين بأن عائشة قنديشة ليست سوى أسطورة لامرأة تعود للأزمنة الغابرة، تداول العديد من المواطنين بأحد الدواوين بإقليم شتوكا باها صورة يقال أنها للمرأة كان يرعى اسمها الكبار قبل الصغار في البوادي، وتم تداول صورة التقطها مجموعة من الأشخاص تفيد ظهور عائشة قنديشة هذه الأيام بأحد الدواوين القديمة داخل ضيعة فلاحية بالمنطقة، رغم زعم فيسبوك آخرين بأن الصورة المروجة التقطت بالدوار تابع لعمالة تزميت وليس إقليم شتوكا المجاور. وخلفت الصورة سجالا كبيرا بين الفيسبوكين المنتمين للمنطقة، حيث توهم البعض تواجدها، بل أقسم أحد الفيسبوكين برؤية عائشة قنديشة تلتحف ملابس طويلة بيضاء وتتطير شرارات نارية من عينها، وتظهر بين الفينة والأخرى ليلا وهي تسير بين الحقول والضيعات التي تنتشر بالمنطقة الفلاحية المعروفة وطنيا بإنتاج البواكر. شنا تخلعنا زدنا واحد شويه وقفنا في الطريق بقينا مخلوعين. الدريات لا بليبار كانوا نعسات، قليل اللي كانوا فايقين اللي شافوها، ما شافوش كاع البنات ديال الفرقه. صافي وكملنا الطريق، بقينا كنتسائلوا شكون هذيك الانسانه، ما عرفناش يعني في ذاك الليل في 2 الليل ما دهشرنا، ما عرفناش، خفنا. رئيس الفريق محمد سلاك ليس مقتنعا بهذا التفسير ويعتبره اختزالا سطحيا لما رآه. كنا غاديين، انا مريح قدامني في الكار، كاين انا، كاين المدرب الوسط، وكاين الشيفور في الجناب، والفرقه ديال البنات كلها كانت يعني كاين اللي كان ناعس وكاين فايقين، انا ما غاش نعرف. المهم غاديين حنا كنهضروا بيناتنا، انا كنشوف مزيان بانت لي شي حاجه في الطريق، قلت لي مودي راه كاين شي حاجه في الطريق، شي حد واش كيقيس ولا ما عرفتش، المهم شي حاجه واقفه في الطريق. كان قدامنا واحد الكاميو، هذاك الكاميو ضرب الفار، كتبان شي حاجه لابسه الابيض واقفه في الجناب ديال الطريق. ملي زاد داك الكاميو زاد واحد شويه بانت لنا مرا، هذيك المراه انا بقيت كنشوف فيها مزيان، لابسه الابيض كامل، عندها شعر احمر مزيان، بقات كتشوف في الكاميو، انا حاضيه كنشوف فيها، وهي تلفت واحد التلفيته يعني ديال ماشي دارت بحال هكا بشويه، دارت بواحد السرعه، دورت لفتت يعني عينيا في عينيها.